ما حدش بيعمل business إلا وبيواجه تحديات كبيرة، لكن مش كل الناس بتقدر تعدّيها. أنا بسمة العطار، ده بودكاست مشاريع خسرانة. أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مشاريع خسرانة. النهارده معانا ضيف مهم جدًا في مجال الماركتينج والadvertising. معانا سامر فراج الfounder لشركة سان and سام. أهلًا وسهلًا بيك يا سامر. أهلًا بيكِ، إزيِك يا باسم، أخبارِك إيه؟ الحمد لله، أخبارك إيه؟ الحمد لله، نورتنا النهارده. بنورِك وأنا حابب أشكرِك على الاستضافة الجميلة، وكنتِ تابعتِ لي كذا حلقة شجعتني بصراحة إني أبقى معاكم النهارده. لا إحنا اللي بنشكرك حقيقي على أنا وجودك النهارده معانا. الله يخليكِ. ممكن يكون في ناس كتيرة ما سمعتش عن الشركة سان سام كتير، لكن ممكن تكون سمعت عن الactivities اللي أنتم بتعملوها، إمم. فممكن تكلمنا أكتر عن مجال الشركة. كلامِك مضبوط، إحنا يعني اهتمامنا بالmother company الشركة كسان أنسام مش بيبقى زي اهتمامنا بقى فعلًا بالمشاريع اللي بتقدمها، فخلّينا النهارده بقى فرصة كويسة إن إحنا نتكلم على سان أنسام بقى كmarketing وadvertising agency موجودة في السوق بقى لها أكتر من 20 سنة. تمام. اتخصصنا أكتر من 2015 في صناعة الأحداث والمؤتمرات الكبيرة في السوق، بدايةً من marketeers league لمؤتمرات YSR لمؤتمرات decision makers. السنة اللي فاتت كنا عاملين حملات إعلانية كبيرة بصُناع القرار، وهي كانت بصراحة واخدة مننا ال الجو كله يعني أها. أكتر من marketeers league وYSR. تمام. فهي صناعة أو بنعتبر إن إحنا بنشتغل على صناعة الbrand بتاعنا هو عبارة عن مؤتمر ليه concept وفكرة. فبنوظّف كل الأدوات بتاعتنا كadvertising والknow how بتاعنا في خدمة الbrand ده. يعني تمام. ما بنتعاملش معاه as إن هو مؤتمر أو conference قد ما بنتعامل معاه as إن هو brand. بنوظّف كل الservice بالشكل ده. يعني أنتم بتوجدوا الconcept أو الفكرة بتاعة المؤتمر وبتشتغلوا عليه، يعني أصلًا الفكرة بتاعة المؤتمرات أنتم اللي بتبقوا بتبقى خارجة خالقينها من من الأساس. بالضبط مضبوط. كده. تمام. إحنا ابتدينا من 2015 ما كانش في النوع ده من المؤتمرات، يعني كان بيبقى في مؤتمرات طبعًا، بس مؤتمرات علمية، مؤتمرات طبية، صحيح. مؤتمرات خاصة بالبنوك، لكن كنا الحمد لله من أوائل الناس اللي اشتغلت على الconcept ده. اهم. أنا فاكر كنا طلعنا كان rise up ابتدى مع الشباب، وإحنا ابتدينا مع الcorporate بmarketeers league في 2015، وما كانش الحقيقة لينا reference في الصناعة دي، يعني إمم. إحنا كنا بنجرّب، يعني إمم. بنطلّع الفكرة وإن إزاي نحوّل المؤتمرات العلمية اللي كان خالد حبيب وصّفها التوصيف الصحيح دايمًا أرجع له في القصة دي، بإن أنت إزاي تحوّلها لاحتفالية إمم. علمية، إمم. الناس رايحة تتعلّم بس بشكل وatmosphere مختلف، وهي مبسوطة وهي رايحة تعمل networking إمم. وهُم جايين. فكرة الhub نَفْسه اللي بيجمّع ناس ليهم علاقة بصناعة معيّنة أو بbusiness معيّن بيتقابلوا لأول مرّة، إمم. وإحنا يعني كُنّا الحمد لله موفّقين في إن بتبقى بدايتنا خاصة بالmarketing. إمم. فعملنا marketeers league ده كان أكبر تجمُّع لكل بتوع الmarketing في مكان في واحد. مكان واحد، صحيح. إمم. وكانت البداية كمان إن إحنا كنا communicate أو إن إحنا بنستضيف فيليب كوتلر، ده الgodfather بتاع الmarketing في العالم، ده اللي بيحُط إمم. كل الكُتب بتاعة صحيح آه. التسويق. إمم. فمن حُسن حظنا أنا باعتبره إن الحمد لله توفيق من عند ربنا من أول الفكرة وإن يبقى في استجابة من فيليب كوتلر نَفْسه، وإن إحنا نقدر أصلًا نوصل له وإحنا لسه شركة صغيرة بتبتدي، إمم. وإن هو يعني يُعجب بالفكرة ويقتنع بيها ويحب يشارك فيها. آآ وجالكم هو كspeaker؟ لأ، هو فيليب كوتلر 85 سَنة، فهو ما إمم. بيجيش خالص. إحنا صح. إحنا اللي ممكن نروح له. لأ، صحيح. هو إمم. كان الموضوع عشان موضوع السِن ده إمم. وإن هو ما بيتحرّكش من أمريكا، فكان فكّرنا إن إحنا نصوّر معاه الفيديو، إمم. بس برضه كنوع من الإضافة اللي كنا حابين نضيفها إن إحنا نعمله على هيئة هولوجرام، إمم. يعني في يقدّم. 2015 ده برضه ما كانش ما حد كانش حد قليل اللي بيسمع لفكرة الهولوجرام، فإحنا كنوع من أنواع ال الshow يعني، قُلنا طَب خلاص نخلّيه كمان يتحرّك هناك على كرومة إمم. خضرا، إمم. ونخلّيه يعرض على الهولوجرام.
فكرة وما إحنا مش جديدة عارفين يعني نجيبه فكانت من كل حاجة إمم، مع فكرة نفسها إن أنتِ تجمّعي كل بتوع الmarketing بتوع السوق، كانت فكرة جديدة الDSA برضه. كل إمم، الناس اللي إحنا عشان تخبّطي شركات كadvertising كنا لازم إمم، بنتعب عشان نوصل لبتوع الmarketing أو الmarketing managers اللي في الشركات، فإن إحنا نجمّعهم في مكان واحد، كانت ده الconcept يعني. إمم، فابتدينا بbillboard كبيرة على كوبري أكتوبر عليها في صورة فيليب كوتلر وmarketeers ليك، فالناس كلها طبعًا عملت راو اتخضِّت جامد فكانت دي البداية، كانت بداية قوية، إمم، اللي هو خلال شهور صغيرة من إن إحنا مثلًا شركة لسه مش معروفة بنقدّم حدث زي ده، إمم، وتحالفت معانا كل شركات الadvertising إمم، يعني على قنوات التلفزيون وراديو، ما سِبناش tools ما استخدمناهاش في الadvertising. اهم، فكلّهم تحمّسوا للفكرة، إمم، فالحمد لله ده كان يعني هي دي الهدية زي ما بيقولوا أو الفرصة اللي تدخلي بيها سوق معيّن أو قطاع معيّن اهم، مش موجود أصلًا، يعني هو الطبيعي إن أنتِ تخشي سوق وتنافسي فيه موجود، إمم. فبتقعدي تذاكريه، لكن إحنا الموضوع أكنكم خلقتوا السوق أصلًا يعني. يعني ما باحبش أستخدم كلمة إمم. الخلق دي، الخلق ده لربنا، لربنا طبعًا بس في الآخر أنتِ أوجدتِ فعلًا ممكن نقول market جديد ما كانش موجود market أصلًا. إمم. موجود جديد، فكان عندنا المجهود بتاع إن إحنا نعرّف السوق بالmarket ده، وبعد كده إزاي نحوّله لbusiness نقدر نكسب منه، اهم. ولغاية لمّا الحمد لله دلوقتي أنتِ ما بين كل مؤتمر ومؤتمر في ف 50 مؤتمر، صحيح. فالواحد بيبقى فخور إن هو كان يعني من اديكم الinitiation في الموضوع في ده. إن إحنا إمم. بنبقى من يعني الحمد لله اللي فتحنا النوع ده من الbusiness في بلد زي مصر وفي الشرق الأوسط ما كانش في الصناعة دي، صحيح. فدلوقتي أنتِ بتشوفي مؤتمرات حتى في الخليج ودلوقتي طبعًا. إمم. السعودية، إمم. الconcept ده نفسه الحمد لله كنا من أوائل الناس اللي الناس اشتغلوا فيه في marketeers league وكنا كمان بندافع على ده أو في الفكرة نفسها، ما هو أنتِ مش بس إن أنتِ تنجحي وإن أنتِ تحافظي على النجاح إمم. وأنتِ بتلعبي في ملعب صعب جدًا، أنتِ دخلتِ عِش الدبابير أصلًا، أنتِ إمم. بتتعاملي مع الناس اللي بيشتغلوا على الإبداع، إمم. فأنتِ رايحة تبيعي زي ما بيقولوا المَيّة في ما في حارة حد السقايين سائلين. فكانت أصعب بيعة في الدنيا، إحنا إمم. رايحين نبيع لبتوع marketing. marketing. فدي كانت من أصعب الحاجات اللي هو إزاي أنتم عملتوا كده أصل أنتِ بتقنعي الناس اللي هم بتوع الإقناع أو أيوه بتوع بالضبط. ورايحة تبهري الناس بتوع الإبهار. آه. فدي ما كانتش سهلة خالص. أكيد. فالفكرة بالعكس هم اتبسطوا منها، وفكرة إن أول حد يعمل لهم gathering وتجمُّع ويقابلوا بعض ويشوفوا بعض ويshare knowledge مع بعض ونسمع بعض وفكرة صحيح. التجمُّع دي إمم. نفسها يعني كانت حاجة جديدة على السوق، وبالعكس أنا كان في دكتور إبراهيم حجازي ودكتور وائل قرطان من أكتر الناس مثلًا الجهابذة اللي في مصر اللي طلّعوا كل الأجيال اللي بتدرس تسويق، يعني دكتور إبراهيم حجازي هو رئيس قسم التسويق في الجامعة الأمريكية ودكتور وائل قرطان كان في جامعة القاهرة، اهم. فهُم دول كانوا يعني 2 من الأعمدة الرئيسية في مصر، إمم. اللي من أوائل كمان الناس اللي خاطبناهم وتحمّسوا للفكرة وشجعونا وفضلوا معانا على مدار 7 سنوات، يعني بيرتكز عليهم المؤتمر بشكل كبير، وانضم لهم طبعًا دكتور رامي خضير، إمم. فبقى عندِك النماذج الحقيقية ودي كانت يعني رسالة من الحاجات اللي إحنا عايزين نقولها، إحنا جِبنا فيليب كوتلر بس ده بالنسبة لنا الغلاف بتاع المجلة اللي إيه، إمم. اللي نقدر نattract بيه الناس، بالضبط. لكن لكن الcontent بتاع كالمحتوى أو نفسه هو الcontent إحنا كنا عايزين دي الرسالة بتاعتنا، إمم. عايزين نقول إن في مصر لأ، ده في أسماء كبيرة في الmarketing وبعدين ابتدينا نشتغل على الجزء الأكاديمي مع الجزء الناس اللي في الbusiness، فابتدينا نستضيف كمان ناس من أكبر الناس اللي عملوا marketing محترم وcase studies محترمة في السوق، فبقى الميكس اللطيف ده بنعمله كل سنة، وبيبقى تجمُّع كبير كل سنة بatmosphere مختلف بحالة مختلفة، عشان إمم. كده ما باحبش أقول إن هو مؤتمر قد ما هو experience بنيجي نعيشها، اهم. نعيش فيها networking نعيش فيها تبادل الexperience وتبادل information حاجات خدِت بقى الupdates. أنتِ تخيّلي كل سنة بتطوّري عن السنة أكيد. اللي قبلها، أنتِ ما كانش عندِك competitor خالص، فكنتِ بتنافسي نَفْسِك، إمم. يعني أنا لا يمكن هابقى زي السنة اللي فاتت. صحيح.
فكل مرة بتصعبيها على نفسك، إمم، فأنتِ بتحدي نفسك. إمم، يعني الcompetitor الحقيقي الوحيد بتاعِك هو أنتِ. إمم، فكونِك إن أنا هابقى أنا السنة دي زي السنة اللي فاتت، لأ، إمم. يبقى أنا الcurve بتاعي يا هيفضل زي ما هو، يا بعد شوية هينزل. أصل أنت كمان ده مؤتمر ماركتينج، فما ينفعش إن أنت فما تتزنق ينفعش، آه. فكان الموضوع رغم إن الناس ممكن تبقى شايفة المواضيع بسيطة، لكن المواضيع لأ، إحنا كنا بنقعد سنة كاملة نحضّر إمم، للسنة اللي بعدها، وهنعمل إيه جديد، وهنقدّم إيه جديد للسوق، وهي زي ما قُلت لِك في الأول وفي الآخر الموضوع صعوبته في إن آآ أنتِ في عِش الدبابير، إمم، مش هيقبلوا، مش وبالذات إن إحنا كان عندنا يعني على ذِكر اسم البرنامج بتاعِك، عندنا قصة فشل رهيبة إمم، لمدة ساعات في أول مؤتمر، أها، ودي بالعكس يمكن كانت يعني إحنا شُفنا كل حاجة في 48 ساعة، يعني شُفنا قصة الفشل وإن أنتِ تقومي من الفشل للنجاح والقصة دي كلّها اللي ممكن الناس تعيش فيها سنين وشهور، لأ إحنا شُفناها شُفتوها في في أول 24 مؤتمر، في 24 ساعة. فعلًا، إيه آه، اللي حصل؟ ده كان أول مؤتمر أنتم ده كان بتعملوه؟ أول مؤتمر آه. آه، فإيه اللي حصل بقى في أول 24 ساعة؟ والله كان المؤتمر من حُسن حظنا الحمد لله وتوفيق برضه من عند ربنا، لإن هو كان فيه درس وعبرة لينا وحُسن حظ في نفس الوقت، إمم، إن المؤتمر كان 3 أيام، فأول يوم ده يعني مش عايز أقول لِك فشل ذريع ياه! إمم، جدًا، جدًا، يعني لو جِبتِ أكبر متفائل في الدنيا وقُلتِ له المؤتمر ده هيكمل هيقول لِك لأ، أنا نفسي ما كنتش عندي كان احتمالات إيه إن سبب اللي حصل كل يعني؟ حاجة غلط عملتيها تقريبًا، يعني إحنا ياه! إيه بقى؟ خلّصنا عشان كده أنا باقول دايمًا إيه خلاص الغلط بتاعنا خلّصناه بدري، بدري عشان عشان غلطنا كل الأغلاط أخطاء عليها عشان ما ما فيش حاجة عملناهاش. ما غلطناش فيها. آه طبعًا، لإن كان قِلّة خبرة وقِلّة عندِك فكرة، عندِك يعني أنا باعتبر إن حصل balance هو ما حصلش فشل كبير، اهم، بس حصل عندِك المؤتمر الbalance بتاعه إن هو 50% فشل و50% نجاح. فخرجنا منه على خير نقدر نقول، لكن مش نجح على مستوى كبير جدًا، جدًا، وفشل على مستوى كبير جدًا، جدًا. كل اهم، ده كان حصل حتى كان دكتور إبراهيم حجازي يقول لأ، ده إحنا الcase study دي بقينا ندرسها في لازم الجامعة ندرس الأمريكية آه، عندنا في الطلبة في إن آه، إزاي شركة تقع وتقوم في 24 ساعة دي ما دي شوفنا ما ما بتحصلش. عدّيناش عليها ما آه. عدّيناش عليها قبل كده، فكانوا بيضربوا بينا إحنا المثل. لإن إحنا كان اليوم الأولاني زي ما باقول لِك كان يوم صعب جدًا، جدًا. الهولوجرام باظ مننا، إمم، الorganization كان كل حاجة وحشة فيه اتعملت، ما إمم، فيش تنظيم، ما فيش خبرة في التنظيم، إمم. ما ليش زي ما قُلت لِك ما لناش reference ولا إحنا عملنا قبل ما كده ولا عندكوش حد experience آه، غيرنا عمل كده عشان تمشي فنشوفه هو على خطواته. بالضبط، ما أنا إمم، باقول أنا دايمًا إيه، إن أنا خدت اللغم الأولاني، يعني أنتم أيوه. جايين مستريحين أنتم ليكم reference بترجعوا له، آه، فده على قد وحشته على قد ما هو خلّاكِ برضه أنتِ يعني بالعكس النموذج بيُحتذى بيه والناس بتشوف الخطوات بتاعتِك وبتمشي أكيد وراكِ، اتعلمتوا منه كمان. واتعلمنا منه طبعًا، ما أنا آه، باقول لِك يعني في الآخر الدرس الأول والأخير إن كل حاجة فعلًا غلط اتعملت بدون دراسة، بدون تركيز، بدون يعني باعتبر إن ممكن يكون ما اتوفّقناش في حاجات كتير من الأخطاء اللي عملناها، بس أنا متأكد إن هو ده كلّه كان مترتّب عشان يحصل كده، يعني خُدي بالِك الموضوع عمل buzz قوي جدًا، جدًا، جدًا إمم، اليوم الأولاني، إمم. ونفس الbuzz ده بنفس الناس اللي كانت داخلة تشتم ومش عاجبها، اتحوّلوا لناس بتقول لِك شابوه. طب خلّيني بقى في النقلة دي إمم، أسألك أولًا إمم. أنت استقبالك للدنيا اللي بتبوظ حواليك لأ، أنا عمّالة كنت تخبّط؟ خارج الخدمة خالص، خارج الوعي، لإن الموضوع كبر يعني. آه، الهولوجرام من ضمن مثلًا الحاجات اللي حصلت برضه حاجات باقولها لأول مرّة كده كأسرار، يعني إحنا صوّرنا مع فيليب كوتلر خلاص اتفقنا معاه إنه هيصوّر على كرومة خضرا آه، وهيتحرّك فهيصوّر واقف، الفيديو جالنا قبلها ب48 ساعة وهو قاعد على مكتب إمم، ما طَب فيش هنعمل بقى إيه أيوه، بالنُص الأولاني؟ إحنا آه، كان فكرتنا إن إحنا نحرّكه لأ، كان كل حاجة يعني حصلت مفاجآت وكلّها كانت في الوقت الأخير اللي ما إمم، نلحقش تصلّح نلحق حاجة، الproduction داخل متأخّر لإن التغييرات لمّا اتبعتت على بال ما بعت لنا الفيديو
ونازل وبنتكلم في فيديوهات حجمها كبير، والكلام ده كان في التوقيت ده صعب، وإن إحنا نرندر بقى ونشتغل ونمنتج ونطلّع فكرة جديدة. الناس داخلة يوم المؤتمر الساعة 7:00 ص بالproduction، إمم. الregistration فيه مشاكل كتير، فقاعدين بنحاول نأخّر على بال ما الsetup يخلص، إمم. والناس وصلت قبل إمم. كوارث يعني مش كوارث طبعًا. كوارث، والناس المفروض هنبتدي الساعة 13:00 بنبتدي الساعة 15:00. إمم. الexpectation كانت عالية جدًا، جدًا، إن إحنا أكيد. هيشوفوا hologram إمم. بيتحرك، لقوا box كده غريب الناس وطالع ده لهم من كويس إن النُص أنتم ما كده. اتحدفتوش بقى لأ، بطماطم ده بقى الموضوع كان إفيه يعني، هو طالع بنُصّه اللي فوق وبيتكلم إيه ده؟ فهو زي ما باقول لِك كانت تجربة صعبة جدًا، 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 ومشاكل بقى، والناس يعني في ناس طبعًا أكيد plus إن هتأثّر. كان في ناس أصلًا جاية تعمل لِك مشاكل من ناس متضايقة منِّك، من ناس كنا مختلفين إمم. معاهم في إمم. حاجات، فهُم فرصة كان طبعًا بقى. فرصة، فكنا يعني بُصّي، فالتجربة كانت صعبة جدًا، جدًا، الناس كانت متضايقة جدًا، جدًا، وعلى السوشيال ميديا وخلاص بقى فضيحة في جلاجل، يعني أنتِ اللي هو إحنا طب هنعمل إيه بعد كده؟ طب هاعيش ليه أصلًا؟ عارفة أنتِ، طب ما اللي هو ما فيش خلاص أمل مستقبلِك خلاص. راح ومؤتمرِك باظ وحلمِك اتهدم، آه. يعني ما فعلًا يعني حتى هو حد جه قال لي: "طب ما هو ما حدش هييجي بكرة ولا حد هيكمّل والدنيا بايظة كده، أنت إمم. يعني أنت عندك أمل في إيه؟" فباقول له: "والله معاك حق يعني أنت بتتكلم صح." طب إيه اللي حصل بقى؟ يعني إيه اللي اللي غيّر الدنيا؟ حصل إن خلاص اليوم الأولاني إحنا كنا حاطين في الprogram إن هو 3 أيام، فأول يوم فيليب كوتلر إمم. ومجموعة من الناس اللي مش أسماء كبيرة أوي، لإن بتعملي balance ما بين فيليب كوتلر وما بين ده كام أسماء حد من تانية. الpartners مثلًا بتوعنا، كان برضه عدم توفيق في ده. إمم. فالتاني يوم كان program محترم جدًا، جدًا، فيه أسماء كبيرة أوي من شركات كبيرة جايين يعملوا presentation مختلفة، كان في ناس من مايكروسوفت، من brands، أسماء كبيرة كلّها جاية إمم. تورّي ناس حاجات في الmarketing عمرهم ما ما شافوها قبل شافوها كده، طبعًا. إمم. وتحضيرات رهيبة، إحنا إمم. كنا عاملين exposure قوي جدًا، كامبين حملة outdoor في كل حتة وإعلانات تلفزيون، وأول مرّة نشوف حاجة زي كده. إمم. إحنا الparking ما كانش في مكان للعربية برّه، القاعة كنا واخدين قاعة في فندق ضخم جدًا، جدًا، ما فيش مكان لكرسي، إمم. فالموضوع على قد يعني كان حدث جلل على قد ما عارفة هو أنتِ على قد جلل كده، كان. على قد ما فضحتِك بجلاجل برضه. فالموضوع كان دي صعوبته. آآ لدرجة في ناس كانت بتفُك بقى البوثز وخلاص بقى اليوم آه. باظ، والناس بقى ابتدت ولمّا اتعرض خلاص هو ده اللي جايين عشانه، إمم. والتصوير والتنظيم، وناس مشيت، وناس عايزة تعمل لِك بقى مشاكل، وناس بتعترض، وناس بتشتم، كل حاجة إمم. وِحشة بقى، خلاص أنتِ إمم. المؤتمر بيبوظ يعني. إمم. باظ خلاص مش باظ، بيبوظ هو مش والله. هو فعلًا باظ وخلاص، وأنا بالنسبة لي كمان يعني ابتديت أتحط بقى في panic، مش عارف أعمل إيه، ومشكلة كبيرة، ومشكلة مع الفندق، ومشكلة مع إدارة إمم. الفندق، ومشكلة وناس بتحتاج، وخلاص مشكلة كبيرة يعني، مش إمم. مش مش قادرين. اليوم ده يعني من أسوأ أيام حياتي، ما باحبش أكيد أنا أفتكره أصلًا. متخيّلة والله. فسبحان الله اليوم ده عدّى، أنا وقعت بقى من بالليل كده من تعبي وخلاص، وقُلت يا رب، ووقعت وأنا ما عنديش حتى ذرة أمل إن الدنيا يعني تتصلّح. ما فيش إمم. أصلًا إمم. يعني إمم. هتتصلّح إزاي أصلًا؟ ده في ناس بتفُك العدة بتاعتها وماشية. والsound والlight والحاجات دي، لأ ما فيش حتى لو ناس في. مروّحة. وسبحان الله ييجي في آخر 10 دقايق كده حد يعني من الteam وأنا بنفكّر مع بعض، فكان جه دكتور إبراهيم حجازي من الناس اللي أنا باهدّي لهم طبعًا الفضل في كل مشوار حياتي، ودايمًا أذكره بالخير، فكلّمته، كان هو إمم. كمان عضو مجلس نواب، قُلت له: "أنا عندي مشكلة كبيرة إمم. ولو تقدر تيجي لي." وكان برضه واحد من رجال الأعمال الكبار، عمر إسلام، كان إمم. جاي برضه، فطلع يهزّر مع الناس وقال لهم: "هو ده الmarketing." ده تاني يوم. لأ، في نفس في اليوم نفس قبل ما اليوم. اليوم يخلص بقى. أها. آه. وإبراهيم حجازي قام مصوّر فيديو مع الناس، دكتور إبراهيم طبعًا، وقال لهم: "طب تعالوا بُكرة، إمم. وعندنا برنامج محضّرينه لكم بُكرة." مش فالناس بعد ما كانت يعني بقى عندهم إيه، في في أمل إن ذرة تاني يوم أمل. هيبقى إيه، آه، في هيبقى ذرة الدنيا أمل. مختلفة، إمم. وسبحان الله كانت هي دي بقى. إمم. يعني صوّر الفيديو نزّلناه على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كلّها كانت شتايم آه طبعًا.
وناس بتهاجمك وناس مصوره لك الحاجات اللي بايظه ومنزلاها وكل حاجه خلاص. ونصابين ونصابين وكل حاجه وحشه بقى. تصدق ان انا افتكرت الموضوع ده؟ افتكرت الموضوع ده والله طب بس كويس. اني ما حضرتش، بس انا فاكره اللي حصل. ده كانت بصي آه. كل حاجه فضايح. سبحان الله. ويجي بعدها نصور الفيديو ده، فدكتور ابراهيم يقول لهم تعالوا بكره وهنعمل لكم كذا. ويجي تاني يوم نبتدي بالجلسه بتاعت مايكروسوفت بتاعت شريف التوني. وكان لبس ساعتها، جاب حد من الممثلين لبسه VR، فقعدوا يفرجوا الناس على التكنولوجي بتاعت المستقبل، احنا رايحين فين. الناس بقت قاعدة مش مصدقة نفسها. دي كانت أول جلسة. فالناس ابتدوا بعد ما كانوا مجموعة قليلة وجايين بقى وخلاص، وعارفة بفلوسنا بقى ايه نحضر وخلاص لما نشوف. الناس كلها بقى على السوشيال ميديا ايه، قعدوا يبعتوا لبعض تعالوا تعالوا الله ده احنا، ويصوروا مشاهد. فالناس ابتدت، اللي ما جاش ابتدى يجي واليوم لسه طويل. فبعد ما القاعة كانت مبتدية ب50 60 واحد، بقت مئات وابتدوا يتجمعوا تاني لغاية 9 بالليل مش عارفين نمشي الناس. الناس ولا أكل ولا شرب ولا أورجنايزيشن ولا أي حاجة أصلا، والناس قاعدة يعني الناس عايزة كوباية مية مش لاقية. الدنيا بايظة لأن كانت يعني لسه بقى في توابع للسيت اب، وكان عندنا مشاكل مع يعني مشاكل كتير بقى من كل حاجة. بس عايز اقول لك رغم كده الناس من كتر الكونتنت اللي اتقدم واللي شافوه تاني يوم، التغير بقى اللي بيحصل بقى سبحان الله. يعني كلمة يا رب دي اللي الواحد قالها. لا هي فعلا هو والله بجد، لان فعلا كان مشهد غريب. انت قاعدة بتتفرجي على فيلم، القاعة مليانة لغاية الساعة 9 بالليل، المفروض نخلص الساعة 5 البروجرام بتاع تاني يوم، لغاية 9 بالليل مش راضيين يمشوا. وكل ما يجوا يمشوا يسألوهم، بانل ديسكشن قويه وبانل ورا بانل، ناس لغايه بالليل. ودكتور ابراهيم والمجموعه اللي معاها مش ملاحق يعني، بس الناس مبسوطه لدرجه رهيبه. فحتى الناس بيقولوا لي يعني اللي حصل عندك احنا ممكن نصرف عليه فلوس عشان يحصل بالشكل ده. لان حصل عندك بشكل اورجانيك، لان الماركتنج حتى لو سلبي هم بيعتبروه ماركتنج، عمل لك باز. يعني الصفحه اصلا اتضاعفت عشرات الالوف في اليوم ده من كتر ما الناس كانت بتشتم. فالناس زادت عايزه تخش تشوف في ايه. وكل دول بقى تحولوا لحاجه بوزيتيف دي. ويقول لك لا ده الموضوع حصل عندك اورجانيك وفي 24 ساعه. فدي كانت يعني حادثة أليمة. لو انت بقى العنوان اللي بتحكيه، عشان كده انا جيت عشان اليوم ده بس مش اكتر، لان ده اكتر يوم ما بتكلمش عنه خالص يعني. بس هو يعني لكن طالما عنوان البرنامج بتاعك، لا ده انا مش عندي قصة فشل، ده عندي قصة بقت بتدرس قصة أليمة، مش فشل عادي يعني. لأن فشل كان الصعب إن تقومي منه وبالسرعة دي. صحيح. يعني طب افرضي المؤتمر ده كان يوم واحد، خلاص ولا كان هيقوم لك خلاص لا انت كده ضربت. فانت من حسن حظك ان هو كان على 3 ايام، واليوم الثالث نفس النجاح ونفس. فخرجنا من المؤتمر 50-50 تمام. يعني الفيدباك تمام، بس عندهم مشاكل وبلاوي سودا. فعشان ترجعي بقى بنفس القوة، كان المفروض برضو قابلنا صعوبة في ان يعني مش كل الناس خلاص هتقتنع بيكي. لا احنا بعد 4 شهور عملنا الراوند التانية، وده كان برضو عند وتحدي وغلاسة بقى، عارفة انت اللي هو اصلا محدش كان فاكر لك هتقوم لك قومة تاني حتى لو الدنيا عدت. يعني هي اخرها اسمها هتعدي من غير مشاكل، من غير ما تتحبسي مثلا، لكن مش هتتكررها تاني. لا انا كان الموضوع بالنسبة لي اتقلب عند بقى، عارفة. طب اغير اسم الشركة، طب اغير اسم البتاع، هو باسم الشركة هو بنفس الكونسيبت. و4 شهور بالظبط كان لينا حملة على كوبري اكتوبر، كان فيها وائل فخراني وخالد حبيب وعمر اسلام لو تفتكريها. كان وائل فخراني في عز بقى تألقه لما كان مش عارف بيسيب جوجل وراح كريم والقصص دي كلها. فكان في اسماء في البيزنس لمعوا ان الناس دي تقتنع بيكي تاني في خلال 4 شهور. وكان داخل معنا وكالة الأهرام وقصة كبيرة يعني. فالراوند التانية ما عندناش فيها غلطة، عدت بقى صلحنا كل الأخطاء بقى اللي حصلت. وعزمنا الناس اللي كانوا بتوع الراوند واللي كانوا مش مبسوطين، لأن في ناس فضلت برضو متضايقة طبعا لسه فعزمناهم فور فري في تاني مرة في الانفيتيشن، وحاولنا نعوضهم عن الراوند الأولانية. فأنت بتصالحي الجمهور بتاعك. يعني. فكل يعني الحمد لله
الموضوع كتجربة خدنا فيها خبرة قوية جدًا، جدًا، ورجوعي في السوق كان بشكل قوي، واستمرينا 7 سنين. إمم. يعني إحنا 7 سنين كل سنة بنعمله. بس أنتم يعني توقّفتوا فترة متهيأ لي لا، بقالكم. لأ، هي السنة اللي فاتت عشان كان عندنا concept جديد اسمه decision makers اللي هو إمم. صُناع القرار. إمم. فصُناع القرار خَد مننا مجهود، لإن إحنا دايمًا متعودين نعمل يعني مؤتمر واحد في السنة. إمم. decision makers عشان الأحداث بتاعة السنة اللي فاتت والأزمة المالية، وهو كان الmaterial بتاعته أو القماشة بتاعته متقسّمة أو الconcept بتاعه متقسّم على إن هو يبقى متخصص في القطاعات، فكل قطاع أو كل sector غير القطاع التاني. اهم. فكان عندي 3 مؤتمرات decision makers، ما كانش خلّانا يبقى عندنا متنفّس. ريّحنا بس في marketeers league السنة اللي فاتت، لكن من لكن أنتم 2015 مستمرين. كل سنة. ده إحنا إمم. كمان كنا في السنة بتاعة الكورونا دي كان شركة سعد جوهر استضافوا المؤتمر عندهم في تحت الهرم في مكان إمم. اسمه كونداليني. كنا إحنا الوحيدين اللي عملنا حدث كبير في وقت الكورونا. إمم. وكنا بقى يعني أنتِ كل مرّة بتبدعي بقى وبتقدّمي نماذج مختلفة وبنجيب ناس من برّه بس أعتقد المرّة دي حق وحقيقي بقى مش هولوجرام. مش ما غلطناش تعملوش الغلطة دي. هولوجرام بقى تاني. ما غلطناش آه. لا، لا، ده أنا خلاص عندي بقى. panic من كلمة هولوجرام دي أصلًا ما حدش يجيبها قدّامي. الدنيا لا اتطوّرت وكل حاجة بس مش هنعمل هولوجرام خالص. تاني. عادي أنا اللي بيقول لي هاشغّل حتى فيديو conference على الإنترنت أقول له أي حاجة فيها تكنولوجيا أنا مش هاستخدمها. أنا عندي تجربة سيئة قبل صحيح. كده. فلأ ما باعملش كده خالص، كل حاجة لايف وخلاص. لازم ناس حتى في موجودة. الكورونا كان الناس كلّها بقى رايحة ناحية الأونلاين صحيح. أنا عدو صحيح. ما كنتوش هتيجوا في حقه. وكنا ساعتها الناس كانت لابسة كمامات، يعني إحنا الوحيدين اللي كنا جرأة إن إحنا نعمل حاجة كده. إمم. وكان دايمًا نجيب طارق نور نقعّده إمم. قصاد إيهاب جوهر وسعدي. تخيّلي بقى لمّا تقعّدي مدرستين كبار زي دول مع بعض. إمم. يعني إحنا كنا فاكرة الevent ده. ده إمم. عملناه في الهرم. السنة إمم. اللي بعدها عملنا في الجلالة. إمم. كنا بنينا stage كبير على البحر وعملنا مؤتمر ضخم خاص، وجمّعنا بقى فكرة إن كل بتوع الmarketing يبقى عندهم الexperience بتاعة إن هم يبقى في زي معايشة كده قاعدين في فندق واحد وفكرة إمم. الكامب وكده. إمم. وعملنا حفلة في آخر المؤتمر وكرّمنا بتوع نقل المومياوات كلّهم، إمم. نادر عباسي. المجموعة دي كلّها كانت لسه مخلّصة الحفلة بتاعة الاحتفالية بتاعة نقل المومياوات. أيوه. آه. وكرّمنا ساعتها كنا أول مرّة نعمل فكرة التكريمات دي. اهم. الناس اللي قدرت تنجح في ال يعني في نقل النجاح للهوية المصرية، كان ده الconcept بتاعنا. إمم. فعملنا وكرّمنا صبور وكرّمنا أنيسة حسونة. كان برضه السنة دي حصل فيها وفيات لناس من العظماء كرّمناهم. إمم. كان المهندس حسين صبور ودكتورة أنيسة حسونة، وكان العربي إمم. محمود العربي. فكرّمنا ابتدينا التكريمات كده وبعدين كرّمنا كلّنا بتوع. فكانت احتفالية رهيبة جدًا. كانت إضافة دي آخر round بقى سِبناه في marketeers league. تمام. برضه في marketing league بتعملوا courses مضبوط؟ عملنا marketeers league academy بالتعاون مع دكتور رامي خضير. ودي الحمد لله كانت يعني من أوائل الحاجات اللي فيها activations حقيقية خرجت من المؤتمر. وهي إن إحنا عملنا برامج لتعليم الماركتينج بشكل مش بنعتبر فيه الشهادات هي فيه رقم واحد قد ما الناس اللي عايزة فعلا تتعلم ماركتينج. ودي كانت حصلت بالتعاون مع دكتور رامي خضير ولغاية دلوقتي يعني شغالة وفي الراوند رقم 15 دلوقتي. ما شاء الله. العدد دايما على طول كومبليت فيها. ما يعني بنوقف الحجز قبل الميعاد بشوية كفاية. يعني ده نجاح الحمد لله شايفه في إن إحنا كمان بنفيد الجزء بتاع الماركتينج. ومصر كانت يعني جعانة ماركتينج بشكل كبير جدًا، جدًا. إمم. ناس كتيرة شغوفة بإن هي عايزة. عايزة إمم. تتعلم وتدرس. والناس للأسف في أخطاء في المفاهيم كتير فيه صحيح. صحيح. وهو من أنواع يعني من العلوم اللي فيها جدل كتير، مش صحيح. اللي ما إمم. فيهاش ثوابت إمم. زي الfinancial زي الحاجات بالضبط. اللي لأ، ده إمم. علم إمم. مرن وفيه تغيرات. واللي على رأي دكتور رامي اللي بنبات فيه بنصبح مش بنلاقيه. فهو آخره حاجة ING updated أوي على طول كمان فdynamics فلازم. فكل إمم. يوم الناس عايزة تتعلم الجديد. تمام. فده الحمد لله ربنا كرمنا فيه وكان نجاح لMarketeers League Academy. بعدها كمان عملنا أنا معلش بدون قطع كلامك، أنا عايزة بس هي حاجة آه، والله مش إعلان ولا حاجة مدفوعة،
بس فعلا يعني انا بشهد دكتور رامي ان انا يعني كنت بتشرف ان انا كنت تلميذة عنده في الام بي اي. وحقيقي فعلا المحتوى اللي بيقدمه يعني اي حد عايز ياخد حاجة في الماركتنج انا والله بمنتهى الامانة بريكومند الدبلومة دي، لان فعلا هي فيها كل محتوى الماركتنج اللي ممكن اي حد ياخده في الام بي اي بشكل فعلا حقيقي ومعلومات حقيقية وابديتد، لان دكتور رامي يعني كان استاذي وانا اتشرفت ان هو فعلا لا، درس لي ودكتور الماركتنج. رامي انا يعني شهادتي طبعا ممكن تكون مجروحة عشان انا هو يعني ماي بارتنر، بس لا، انا واحد بيعمل ماركتيرز ليك فجاب تقريبا كل بتوع الماركتنج اللي في مصر وجاب احسنهم. اكيد صحيح طبعا. فلا، دكتور رامي في حتة مختلفة وفي حتة صحيح. لوحده. وانا كنت بشوف ده في تفاعل حتى الجمهور في المؤتمرات معاه، وده اللي خلاني يعني احط ايدي في ايديه وان احنا نعمل الاكاديمي. لان انت دايما لما بتشاركي الحد الناجح وانت تبقي ناجحة فبالعكس صحيح. بنكملنا بعض في النجاح. مم. فالحمد لله يعني عاملين نجاحات قوية جدا في ماركتيرز ليج أكاديمي بشهادة كل الناس. يعني خلاص بقيت حافظ، يعني الناس مم. بتبقى في أول سيشن لسه بتكتشف، لسه بعد كده بقى لا في الموضوع آخر هيعرفوا بقى راوند بيبقوا يعني منبهرين بالأحضان ده وبالبوس حقيقي. ومش عايزين ده يسيبوه حقيقي. ووداع وحاجات من دي. فلا يعني أنا ده حقيقي. بتفرج دايما على المشهد في أوله وآخره من بداية الراوند، بيعيشوا معاه تجربة حقيقية صحيح في صحيح. العلم لمدة 3 شهور. البرنامج اللي مم. بيقدمه بيلخص لهم فيه شو عشان تتعلمي الحاجات دي ممكن تاخدي لك اه سنتين ما انا عارفة انا فعلا تدرسي ده حقيقي ماركتنج. هو محتوى بيجيب قوي لك جدا. الخلاصة كلها ده بتاعت حقيقي. الحاجات اللي بيدرس فيها، الجامعات اللي بيدرس فيها والأكاديميات كلها بيلخصها صحيح. لك دي. يعني خدي بالك الماتيريال اللي بتتقدم هي بتاعت دكتور رامي، مش انا عارفة ريفرنس بتاعها انا جامعة أو عارفة حاجة، ده هو جاب لك الخلاصة بتاعت مم. كل حاجة. وبيعملها في هيئة 6 كورسات لطاف جدا تاخديهم في 3 شهور كأنك خدت كده روشتة بتاعة صحيح. الماركتينج. خلاص، مم. أنا ناس كتير والله من اللي خدوا البرنامج ده أنا بلاقيهم بقوا في حتت قوية جدا مم. زيهم زي ناس صحيح. درست مم. لأن بعد هو بيديلك ده وبيقول لك كملي، مم. العلم ما بيقفش. بالذات في بس أنا الماركتنج. هديلك البيزك اللي تمشي صحيح. عليه، الروشتة اللي تمشي عليها، وأنت بقى لازم تقعد تشتغل على نفسك از ماركتنج مانجر. لازم تفضل انت اللي بتعمل نفسك وبتبني نفسك بالعلم اللي انت تفضل تتعلمه، مش الكورس ده صحيح. بس. مم. فاهم قصدي؟ احنا بقى عايزين نتكلم شوية على decision maker، لان انا لما قريت البورتفوليو او قريت عنه كان في حد دايما مرة قال لي ان في مشاكل كتيرة بتبقى في البيزنس بيبقى سببها فقط ان اقطاب البيزنس عبارة عن جزر منعزلة. ففكرة ان احنا دايما نجمع الناس في حاجة، في حدث او event لتبادل بقى الافكار ولتبادل المشاكل وحلولها، دي اصلا حاجة ممكن تخلي يعني الاندستري كاملة او قطاع كامل ان هو كان فيه مشاكل تتحل اصلا تقوم. فحابة اكتر ان انت تعرفنا على decision maker بقى بكل تفاصيله، بتعملوه ايه فكرته مم. وبتعملوه كل قد ايه؟ بص، هي دايما الحمد لله يعني بتبقى فكرة او اي كونسيبت بنطلع بيه، هو بيبقى احد الحلول اللي بنقدمها للسوق. يعني دايما بتبقى مش في مشكلة فبنوجد لها حل. مم. يعني ماركتيرز ليج في مشكلة في التجمع الجاذرينج ده فبنوجد، فدايما احنا نطلع بفكرة الكونسيبت. مم. الديسيشن ميكرز كان فكرته هو الكونسيبت نفسه، مم. ان انا فعلا ليه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ما بيبقاش في شكل داينامكس communication. يجمعهم مع مم. بعض فيه طبعا، بس احنا عايزينها تبقى بشكل متخصص اكتر. مم. وفي مؤتمرات كبيرة مم. وضخمة وبتتعمل وكل حاجة، بس ان فكرة التخصص ان انا اشتغل على سيكتور بعينه مم. واقعد دول مع دول مم. ونسمع بعض مم. ونطلع بحلول وافكار مم. وازاي نقابل التحديات اللي بيمر بيها القطاع ده. فاحنا تمام. كان من حسن حظنا او مش حسن حظنا او هو ده اللي حصل فعلا، ان في بداية السنة اللي فاتت كان في أزمة روسيا والأزمة العالمية. مم. فدي كان بيقابل فيها بقى مشاكل ومرحلة تخبط وقرارات جه فيها وقت صناع القرار. مم. يعني احنا اللي قبل كده بنتكلم ماركتنج وكيس ستاديز وكده، لا انا دلوقتي عايز الليفل اعلى شويه بتاع بقى. الاعلى مم. شويه، مش الاعلى اللي هو الليفل استراتيجيك بتاع اكتر. في الاخر مم. انت في ازمه، انت في مم. مشكله، انت عامله مم. زي اللي في باخره ماشيه في البحر. مم. طول ما البحر كويس احنا كلنا زي بعض، السفن ماشيه، القبطان ده بتنافس القبطان وتمام. ده زي مم. ده زي ده مم. مش هيبان. لكن مم. وقت الازمه لما تقوم عاصفه بيبان صانع القرار المتمرس صحيح.
من إمم. اللي كانت الدنيا ماشية لوحدها وهو مش باين، إمم. المركب بتاعته ماشية لوحدها عشان هي بتمشي لوحدها. تمام. فالنهارده لأ، كان في فضايح، إمم. ففي شركات هتُقع وفي شركات وهنا بقى بنتكلم في زي ما أنتِ قُلتِ كده، إن هي بتبقى الشركة هتستمر والّا لأ، هتطلع والّا هتنزل، الناس هتهرب من المركب، هتعمل إيه، من قرار واحد، إمم. قبطان السفينة، إمم. عشان كده سميناه صُناع القرار. إمم. فصُناع القرار إحنا عندنا أزمة، كان عنوان السنة اللي فاتت إن في أزمة إمم. عالمية، بنبتدي السنة كده بسم الله بأزمة عالمية. إمم. فعايزين صُناع القرار من الحكومة يقعدوا مع صُناع القرار في القطاع الخاص إمم. عشان ندiscuss أهم التحديات بقى اللي بيمُر بيها السيكتور ده، إمم. وابتدينا بقى بالقطاع المالي، إمم. وكان ده في شهر مارس اللي فات، وبعدها في شهر 7 عملنا القطاع الصناعي، وشهر 11 اللي فات كنا عاملين القطاع العقاري. إمم. في الآخر بعد ما بتخلصوا المؤتمر بتطلعوا مثلًا بتوصيات، بتطلعوا آه الناس. طبعًا، هو آه. ده هدف المؤتمر، آه. إن إحنا نهاية اليوم يعني هي بتبقى عبارة عن panel discussion فيها حوالي 7 أو 8 مقسومين ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلين من الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، وبيبقى في عنوان للجلسة related بالسيكتور اللي إحنا قايمين عشانه. تمام. فإحنا ابتدينا بالقطاع المالي، كل صُناع القرار في القطاع المالي، الصناعي كل صُناع القرار في الصناعي، القطاع العقاري وهكذا. بتعملوه كل قد إيه تقريبًا؟ كل من 3 ل4 شهور تقريبًا، عندنا اللي جاي ده 30/4 هيبقى بنعيد تاني القطاع المالي، بس أضفنا له بقى الجزء الأكبر القطاع الاستثماري. تمام. أنتم آخر آه، حاجة بقى عندكم YSR على ما أعتقد، ده مؤتمر حاجة خاصة بالشباب؟ هو مش آخر حاجة، هو ده عملناه في النُص ما بين marketeers league وdecision والdecision makers، maker. إمم. وكان بيمشي in parallel مع marketeers league، إمم. بيتكلم عن المسؤولية المجتمعية للشباب. كان بنجمّع بتوع الmarketing مع الinfluencers مع الشباب، مع المبادرات، يعني هو ليه concept برضه إن إحنا شِلنا الC من الCSR وخلّيناه YSR، إمم. اللي هي المسؤولية زي ما في مسؤولية مجتمعية في مسؤولية للشركات، للشباب. في مسؤولية مجتمعية للشباب. يعني إمم. أنا النهارده كحد قدر ينجح من الشباب أو الinfluencers أو كده، أنا بابقى نموذج للفئة من جيلي إمم. كشباب ويُحتذى بيها. اهم. فأنا النهارده عندي مسؤولية على نجاحي ده، دي إمم. كانت الرسالة للinfluencers، اهم. إن أنت ما تفرحش إن أنت عندك ملايين followers وكده، وتقعد تقول لهم كلام حلو وتشجعهم وتسيبهم بعدها مش عارفين يعملوا إيه. صحيح. إمم. ده جزء، الجزء التاني الشركات بتستخدمهم استخدام خاطئ، إمم. بمعنى إيه، هو عشان عنده followers وعنده بتاع، طب اعمل لنا إعلان عن المنتج إعلان. بتاعك، فالموضوع بيبقى شكله fake ودمه تقيل، وأنتِ حتى لو بتسمعي حد من influencer وشايفاه بيعمل إعلان، إمم. بتفقدي المصداقية مصداقية. بتاعته إمم. لأن هو أصلًا هو راجل مؤثر، فأنتِ إمم. انتميتِ ليه عشان تأثيره عليكِ. إمم. فكنا عايزين نحل المشكلة دي بتوليفة حلوة إمم. وactive وتبقى مفيدة لكل الأطراف. إمم. فكرة حلوة فالكو جدًا الحقيقة. ففكر الcorporate النهارده أنت بدل ما تعمل الشكل ده، طب ما أنت عندك CSR already بتعمله، إمم. وعندك budget لده، وعندك فلوس إمم. بتطلّعها تبرعات عشان أنت مش ممكن ما تكونش مش صورة عن. الCSR إمم. مش واضحة لك. بالضبط. إمم. اللي أنت بتعمل في فرق ما بين التبرعات والCSR، صحيح. فهو إمم. بييجي آخر السنة البادجت معاه بتاعة مش عارف يعمل بيها إيه بتاعة إمم. الCSR، وده شُفناه بقى marketeers league ده علّمنا حقيقي. كتير، إمم. فبنطلّعها تبرعات، يا جماعة دي تبرعات مش مش CSR. CSR صح. فابتدينا نصحّح المفاهيم في الجزء ده، ونفهّم أهمية الCSR والمسؤولية المجتمعية وفكرة المبادرات المجتمعية اللي المفروض تخرج من الشباب. فكانت الmessage فيها كده، إن أنا النهارده أطلع بمبادرة، أو لو already أنا عندي مبادرة، باجيب حد من الinfluencer يبقى leader فيها، والشباب اللي يشاركوا فيها as a volunteers، إمم. فبنطلع كلنا win-win. أنت إمم. النهارده كحد مؤثر تأثّر أكتر من 50,000، لو جِبت 50,000 حكومة والّا جهة تقول لشباب صحيح. انزلوا إمم. يالّا ادهنوا الرصيف والّا اعملوا عمل خيري، ده حقيقي. مش إمم. هيسمع كلامك. إمم. لكن لو جبت لهم حد منهم بيحبوه وقال بيتابعوه لهم صح. يالّا تعالوا هنركب قطر الساعة كذا يوم كذا، عشان هنطلع على الصعيد نوزّع بطاطين برعاية البنك الفلاني،
وكل تكاليفك ومصاريفك عليا، وهنطلع نعيش الاكسبيرينس بتاعت التجربة. هو مم. هيطلع عشان بيحبه وعشان بيتابعه هيسافر صحيح. معاه ده حقيقي. وعشان مصاريفه متغطية ومش عايز فلوس، مم. بس ما تدفعوش فلوس في عمل خيري. مم. طب ما انت النهاردة يا بنك وفرت عمالة، خليت الشباب تطلع أنشطة مم. كمسؤولية مجتمعية، عملت براندنج واويرنس لنفسك، لان كل الشنط والحاجات اللي هتطلع في التصوير وفي المبادرة برعايتك، فبيبقى بتعمل حاجة إيجابية. صحيح. انت مم. كإنفلونسر نزلت على الأرض الواقع، اشتغلت مع الشباب، صحيح. مم. الكل ف- استفاد. كله استفاد. فهي فكرة دي ممتازة الحقيقة يعني. فهي كانت فكرة واي اس ار. احنا بالعكس الحمد لله أول لما أطلقناها دخل معانا منتدى شباب العالم مم. واستضافونا عندهم مم. بالكونسيبت ده، وجم عندنا وحققنا نجاحات. احنا عملنا 3 راوندز كبار، مرة واحدة في الهرم ومرة في متحف الحضارات، وبيبقى بلاتفورم متجمع فيه حوالي 3000 شاب مم. بيسمعوا. 30 اليوم ده بيبقى فيها أكتر من 30 انفلونسر بيتكلموا عن قصص نجاحهم، عن مشاركاتهم، عن المبادرات اللي داخلين فيها مع الشركات. فلا بلاتفورم كانت قوية جدا الحمد لله، وإن شاء هتعملوه الله تاني؟ هنكررها السنة اه. دي. كل حاجة تتعمل. احنا السنة اللي فاتت بس اللي ديسيشن ميكرز يعني كان واخد منكم كان واكل المجهود الجو الأكبر. كله مم. لان لسه البيبي الجديد بقى، مم. وكان حاجة بيبي مهمة. قوي يعني، أيوة عارفه انت صحيح زميلي. غلس كده، خد اكل اخواته فلا يعني اشتغلنا عليه بقوه، مم. لان السنه اللي فاتت كانت صعبه. مم. السنه دي الدنيا اهدى شويه، مم. فبالعكس حطينا في البلان بتاعتنا ان هنشتغل على كل البراندز بتاعتنا، بالتوفيق او يا كل رب إن شاء الاولاد الله. بتوعنا. لا بالتوفيق بإذن الله. اه. لو أنت عندك حاجة تقولها من استفدتها من تجربتك في الدروب اللي حصلت في اليوم في ماركتين ليك، يعني عايز تقول حاجة أنت طلعت بيها درس اتعلمته، بحيث يعني في آخر الحلقة تقولها إيه بقى أكتر حاجة اتعلمتها ممكن تقولها الناس تستفيد منها؟ والله هو يعني مش يعني دروس كتير طبعا، بس كان أهمهم ما تتغرش، لأن احنا كان في حتة كده إيه مم. اللي هو شفنا الإيجو. نفسنا الإيجو كلنا شوية. آه. يعني كنت ماشية أنت رايحة المؤتمر وأنت مجمعة الماركت جايب كله في فيليب 3 كوتلر شهور. هولوجرام. وفي 3 شهور إعلاناتك في كل حتة، اه. فكان ده درس. اه. ما مش هعمل كده تاني خلاص. خلاص. لا لا فعلا اه. اه. حصل وده كان الدرس الرباني اللي ربنا مم. عمل لك فيه قرصة ودن كده في مم. أول يوم. مم. الدرس التاني حتة إن يعني تتوكل على ربنا، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. إن أنت ما تستسلمش. ما يعني في الآخر كان تستسلمش. ممكن مم. فعلا أنا كنت على فكرة، ومش الموضوع ساعتها، المواضيع ساعتها ما بتبقاش بالسهولة مم. بتاعت إن أنا أقول نصيحة صحيح. وآخدها وكده. اللي اه بيبقى طبعا. عايش التجربة غير لو جبت له 50,000 حد يقول انت هتقوم له تاني مش هيصدق. مش هيصدق. خلاص تبقى حالة نفسية ومود وهاعمل إيه ويعني وممكن تجربة من الشخص للتاني. مش عايزة كل حاجة ما لهاش ثوابت يعني، مش عايز مم. أثبت الموضوع ده. يعني أنا يمكن عشان كان عندي شوية بصيص من الأمل اللي خلاني أكمل، لكن مم. لو الدنيا كانت سوداوية ما كان كنتش ممكن صحيح. أقفل مم. الفايل ده وأشوف فايل خلاص. تاني. حتى لو هقفل ده وهشوف حاجة تاني. فكرة عدم اليأس، وإن أنت طالما يعني مش عايز بقى الكلام الكلاشيه بتاع إن أنت ما تستمر تستسلمش. وكده. لا هو كل واحد مش هيستسلم، هيبقى بيمر بظروف غير التانية. صحيح. بس تجربة الواحد في القصة بتاعته والمثابرة بتاعته مم. دي بتبقى خارجة منه هو. مم. ورقم واحد بيبقى يقينه بربنا. يعني لو ربنا بالظبط. واقف معاكي صحيح. وانت عندك صلة ما بينك وبين ربنا، هو ده اللي هيقويك. أي حاجة تاني لأ. مم. يعني ولا تقول لي بقى نفسية ولا ده مود صحيح. ولا غير مم. جو ولا صاحب ناس ولا هو الحاجات التوفيق دي من عنده كلها. حقيقي. لا، مم. هي علاقتك بربنا. مم. فالعلاقة دي دايما بربطها بالصلاة. مم. الصلاة جاية من الصلة. حافظ على صلواتك، حافظ على صلتك بربنا، عشان هتحتاجه كتير. فيوم صحيح. لما تقع وتقول يا رب ما تبقاش الدنيا الحبال مقفولة. كلها مم. مقطوعة. مم. فعلى الأقل حافظ على ثوابت زي الصلاة، زي الحاجة. كلنا بنعمل أخطاء، كلنا عندنا صحيح. مشاكل، كلنا بنشتغل على نفسنا كمشاكل نفسية وبنعالج نفسنا. بس الثوابت ما تسيبهاش. وكده كده خلاص يعني، طالما عندك إيمان بفكرتك ده أكبر حافز ليك إن أنت تستمر تكمل. يعني.
أنا انبسطت جدًا حقيقي والله، والقصة حقيقي والله كانت ملهمة، فكرة إن واحد في يوم الدنيا تقع وتقوم تاني دي قصة ملهمة أوي، الحمد لله. واتبسطت جدًا النهارده معاك يا سامي، أتمنى تكون أنت كمان انبسطت لا معانا. والله بالعكس، أنتِ يعني الواحد لمّا بيخرّج شحنات كده كل دي حاجة فترة كويسة. بيحس براحة نفسية بعدها، يعني فأنا فضفضت معاكِ النهارده يعني. أنا ما اتمناش طبعًا إن إحنا نعمل حلقة تانية في حاجة خسارة تاني بقى، ممكن نبقى نغيّر الtopic آه، وتبقى بقى آه. إن شاء الله في حاجة يعني فيها لأ، نجاح اللي ليكم جاي بإذن إن شاء الله. الله دايمًا كُلّه نجاح لكل الأطراف. يا رب إن شاء ماشي يا الله، فندم. نورتنا.